اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة جايين نعمل مع بعض توابل البطاطس الجاهزة. طبعا دي هنعملها كده ونوفرها في البيت، مش هنجيبها من بره تاني ولا هنشتريها من ماركت ولا من محل بقالة ولا اي مكان. هنعملها في البيت كده بالتوابل اللي عندنا وهتطلع احلى من بتاعة بره كمان. خليكي كده معايا لاخر الفيديو علشان تشوفي كل التفاصيل. اول حاجه كده هنقول بسم الله وهنجيب معانا كده اهو. انا جايبه كده مجموعه من التوابل. اول حاجه كده هنحطها هيبقى معانا معلقه كبيره من البابريكا المدخنه، ومعانا معلقه من الجنزبيل البودر، ومعانا نص معلقه صغيره من الحبهان المطحون، ومعانا بقى معلقه كبيره من الكمون، معلقه كبيره من الكزبره الناشفه والفلفل الاسود، ومعانا معلقه كبيره ملح، ومعانا معلقه كبيره من الزعتر، ومعانا بقى معلقه بصل بودر ومعلقه توم بودر. ومعانا نص معلقه صغيره من الشطه، دي طبعا حسب الرغبه يا جماعه، لو انتوا حابين مفيش مشكله. ومعانا معلقه كبيره من الكركم، ومعانا معلقه كبيره من السبع بهارات، واخر حاجه بنحط معلقه كبيره من السكر. طبعا ناس كتير جدا هتسألني ليه بنحط السكر، هقولك علشان يدينا نفس الطعم بتاع البهارات بتاعة تتبيلة البطاطس الجاهزة. هو ده اللي بيديكي نفس الطعم بالظبط وبيخليها لك بصي ما تفرقش عن الجاهزة حاجة خالص. تاني حاجة السكر طبعا يا جماعة مادة حافظة لأي حاجة بتحطي عليها سكر، بتحافظ عليها حتى لو هتقعديها فترة طويلة بتحافظ لك عليها لفترة طويلة جدا. طبعا كل البهارات دي احنا كده بنجمعها مع بعض وبنبدأ كده نقلبها تقليبة حلوة قوي مع بعض كده، بنقلبهم كلهم مع بعض كده تقليبة كويسة. واهم حاجه يا جماعه ان احنا نقلبها تقليبه كويسه علشان كل البهارات كده تندمج مع بعضها ويدونا طعم واحد زي البهارات زي التوابل الجاهزه بالظبط. بهارات البطاطس الجاهزه بالظبط. طبعا احنا بنقلبها كده تقليبه كويسه. انا طبعا علشان اوريكي فانا مش عايزه امسح حاجه من الفيديو، انا بقلبها كده قدامك تقليبه حلوه كده علشان في الاخر تدينا نكهه كويسه. صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. وطبعا ده فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لك كل جديد احنا بنقدمه. ويا رب كده كل الفيديوهات اللي انا بقدمها لكم وتكونوا بتشوفوها تكون بتعجبكم وتكونوا بتستفادوا منها كمان. وانا بشكر كل الناس اللي بتخش تشترك في القناة، بجد والله بشكركم من قلبي. وبشكر كل الناس كمان اللي بتعلق لي وبيكتبوا لي تعليق حلو كده بيفرحني، بجد بشكركم جدا جدا. ومستنية بقى تعليقاتكم الحلوة ومستنية لايكاتكم كمان على الفيديو ده. وكل اللي يشوف الفيديو ده يا جماعة يجرب الخلطة بتاعت التوابل البطاطس دي، بجد هتعجبكم جدا جدا وهتدعولي عليها لانها بجد حاجة كده حلوة قوي قوي. مش هتخليكي تشتري توابل بطاطس تاني من بره خالص. طبعا هنا انا كنت علشان بقى اخليها نفس اللون اللي بتتباع بره بالظبط، فانا زودت كده عليها معلقة صغيرة من الكركم كمان. وهقلبها برضو كده علشان كل البهارات كده تتجانس مع بعضها كده ويبقى اللون موحد زي ما انت شايفة كده اهو. انا كان في امكاني يا جماعه ان انا احطهم كلهم في برطمان واقلبهم كويس جدا، بس انا علشان تبقى انت شايفه كل حاجه قدام عينك كده فانا حبيت احطهم في طبق كده واقلبهم قدامك اهو زي ما انت شايفه. وبندوقها كمان يا جماعه، بتدوقيها لو محتاجه ملح بنحط لها ملح، مش محتاجه يبقى خلاص مفيش اي مشكله خالص. انا هنا كنت دقت التوابل بتاعتي كده علشان اشوف حطها مظبوط ولا لا، فلقيتها كده محتاجه معلقه من الملح، فحطيت لها معلقه صغيره من الملح وقلبتها كويس جدا. ده بقى شكلها النهائي خلاص كده. عايزه اقولك ان انت ما تفرقيهاش خالص عن التوابل البطاطس الجاهزه. لو جبتي كيس كده وفتحتيه هتلاقي مفيش فرق خالص، لا في شكل ولا في طعم كمان، وحاجه كده هتوفر معاكي كويس جدا. وطبعا دلوقتي مفيش غنى خالص عن البطاطس عن لما بنيجي نحمر بطاطس مفيش غنى ان احنا نحط عليها التوابل دي بقت بالنسبه لنا من الاساسيات يا جماعه. دلوقتي الولاد والكبار كمان ساعة ما بنحمر بطاطس هاتولنا توابل بطاطس عشان نحطها عليها. طبعا لا، انت مش هتشتريها من بره تاني، انت هتعمليها في البيت وهتوفر معاكي كتير جدا. هنا بقى كنا جبنا برطمان كده، بتجيبي برطمان عندك بلاستيك او ازاز، بتكوني غسلاه كويس وبتنشفيه كويس جدا.
وبتنزلي عليه بقى كده بكل البهارات اللي انت عملتيها. بصي بقى عملت لك كميه قد ايه، حاجه كده جميله، توفير التوفير والله. عايزه اقولك ان الكميه دي بتقعد معايا يعني حسبة شهر كمان. وانا بستخدمها كمان في بطاطس، وبتستخدميها كمان في حاجات تانية كتير. ممكن تحطيها في التتبيلات بتاعة اللحمة وبتاعة الفراخ. ممكن تستبدليها كبديلة لمرقة الدجاج كمان. بتبقى حلوة جدا. لو انت مش عندك مرقة دجاج ممكن تحطي من الخلطة دي على اي حاجة، هتديكي نفس الطعم بالظبط. ممكن تحطيها كمان على الناس اللي بتحب تعمل الاندومي في البيت، وبتبقى عايزة تعمل التوابل اللي هي بتبقى مع الاندومي دي هتديكي نفس طعم التوابل بتاعة الاندومي بالظبط. عايزة اقولك ان انتي بتحتاجيها او بتستخدميها في كذا حاجة، مش في حاجة واحدة بس. هنا بقى انا علشان اوريكي كده قدام عينك كده شكلها وطعمها كمان كان حلو جدا جدا جدا، انا قليت شوية كده من البطاطس، حطيتهم كده على النار وقليتهم كده، وهطلعهم دلوقتي عشان احط عليهم من الخلطة دي. عايزه اقولك ان الخلطه دي والله جربيها، هتدعيلي عليها، هتدعيلي بجد. وولادك بصي مش هيبطلوا يقولوا لك حمرنا بطاطس عشان نحط عليها التوابل بتاعه البطاطس. حاجه كده حلوه جدا جدا وموفره جدا جدا، وحاجه بقى نظافه، وحاجه كده معموله في البيت وما كلفتكيش اي حاجه خالص. هنا بقى احنا كنا بنطلع كده البطاطس اهو زي ما انت شايفه كده، وهنحط بقى عليها من التوابل بتاعة البهارات اللي معمولة في البيت دي، حاجة كده جميلة جدا جدا اهو. طبعا انا بجد مستنية الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وبجد نفسي كل اللي يشوف الفيديو يجرب الوصفة دي ويقولي في الكومنتات عجبته. ويقولي بجد قد ايه كانت حلوة، وبجد مش هتبطلي تعمليها في البيت. هنا بقى انا كنت رشيت كده عليها شويه وقلبتهم كده، هقلبهم بقى كده زي ما انت شايفه كده ببعض اهو، وهي سخنه كده بتقلبيها كده علشان تبقى التوابل كده مغرقاها من كل مكان. انا عن نفسي ولادي بيحبوها بتبقى غرقانه كده من التوابل بتاعه البطاطس دي، بيبقوا حابينها كده بتبقى غرقانه كده زي ما انت شايفاها. بصي تحفه تحفه تحفه. انا عايزه اقولك ان انا طول ما عندي البهار التوابل البطاطس دي، بصي عايزين ياكلوا بطاطس محمره 24 ساعه والله بجد. وطبعا البطاطس غاليه دلوقتي، فطبعا احنا مش بهودهم صراحه يعني، فانا بعملها لهم كده. بس عايزه اقولك توابل البهارات دي حلوه جدا جدا، هتعجبك قوي قوي وهتعجب ولادك كمان. جربيها كده ان شاء الله تدعيلي عليها. ومستنيه بقى تعليقاتكم والاشتراك في القناه طبعا يا جماعه، ده فضلا طبعا وليس امرا. ويا رب كده الفيديو